الحصوية ديت بنسبة 90% مش مخصبة. ليه؟ هقول لك ليه. حتى شلباز الارض برضو حصة اول حصوية ما شاء الله. زغاليل الهندي الاتنين دول هيطلعوا سمر غير لون الاهالي خالص. النتاية المك الجميلة ديت هنسميها رفايدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان زي ما متعودين يا شباب. هنبدأ الفيديو بتاعنا من هنا. طبعا هنمسي على حبايبنا اخواتنا طبعا مشتركين القناة، وهنشوف احنا كتبنا اسامي مين جديدة النهاردة. طبعا كل واحد فيكم شايف اسمه، والقائمة اللي احنا كتبناها التانية هي يا شباب موجود فيها اخواتنا وحبايبنا برضو. كتبنا بقى الاسامي الجديده. طبعا كتبنا اختنا ام مكه من اسيوط، وكتبنا محمد ابراهيم من اسيوط، وكتبنا يوسف المحضي طبعا ما كتبش البلد بتاعته، وكتبنا ابو عرب من سوريا، وكتبنا زينب اختنا زينب طبعا من اهلنا في السعوديه، وكتبنا علي عطا من الروضه، وكتبنا تامر رضوان طنطا، وهبه عبد الرحمن من دمياط. يلا يا شباب اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك. هنكتب اساميكم كلكم معانا ان شاء الله تعالى. هنكتبها عشان احنا نكون دايما باستمرار مع بعض، ونمس على بعض كل يوم ونشوف الاسامي بتاعتنا. ندخل بس المكان بتاعنا كده ونسمي بسم الله ونشوف حصل ايه جديد النهارده عند الحمام. طبعا مس برضه على ام شروق وعماره، هم ده يا جماعه الخير ان شاء الله تعالى. وضعت الحصوايه الاولى، ولكن انا حضنت تحتها حصوايه الحمام النفاخ دي. الحصوايه دي بتاعه النفاخ ده. النفاخ شباب عطانا اول حصوايه، وانا اديته حصوايه مش مخصبه. الحصوايه دي مش بتاعه النفاخ، هو هيجيب الحصوايه الثانيه ان شاء الله تعالى. الحصوايه دي يا جماعه الخير بتاعه الحمام ده. الحصوايه دي بتاعه الشقلباز اهوت. ده الشقلباز. هي جابت الحصوايه الثانيه ما شاء الله تعالى. كانت جايبه حصوايه فاضيه فاديتها انا، خدت منها الحصوايه. هيطلع فاضي ليه؟ لان الذكر ده اصلا رجليه مكسوره. الذكر دوت شباب ناس اللي متابعانا، الذكر ده رجليه مكسوره، فمليون في الميه الحصو بتاعها ده هيبقى فاضي، لان الذكر مش هيعرف يخصب على النتايه. هي جابت الحصوايه الثانيه، فرجع لها بقى الحصوايه دي كده سريعا. هما كده كده هنكشف عليهم كمان يومين ثلاثه، احتمال يعني بنسبه بسيطه نلاقي فيهم تخصيب. شوف برضو حطينا النتايه دي، حطينا لها الحصوايه، فهتجيب حصوايه ثانيه هناخدها نحضنها برضو. ممكن نحضنها تحت الجوز ده، يكون الذكر ده صحى ويبدا ياكل بشكل كويس. نشوف ابراهيم كده ومروه، شوف الزغاليل بتاعتهم جايبين زغلولين هيبقوا سمر. يعني الزغلولين دول هيبقوا سمر، يعني حد شايفين هيبقوا سمر. تعالوا بقى عشان عايزين نسمي. طبعا احنا سمينا الذكر ده علاء، الذكر ده سميناه علاء تمام كده. النتايه الجميله دي هنسميها رفايده، عشان لنا اخت مشتركه في القناه كل شويه تقول اكتب اسم على الحمامه، فهنسمي النتايه الجميله ديت رفايده. يبقى علاء ورفايده. طبعا الطيره الجميله ديت من النهارده هيبقى اسمها رفايده تمام كده. طيب ده زغلولين يا جماعه الخير اهون ان شاء الله تعالى. يعني بيجيبوا الوان برضو الوان مختلفه. ده جايبين زغلول ده ابيض. بالنسبه للديل طبعا ديل المكي دي هزاز مكي، البيضه دي رفايده هزاز مكي، وهزاز الهندي اللي هو علاء. فبيجيبوا ديل يعني مش احسن حاجه، بيجيبوا الديول بتاعتهم. الديل الزغيل ديت مش بتبقى احسن حاجه، بيبقى ديل واقف زي كده. هنوريكم الزغيل ان شاء الله تعالى لما تكبر شويه الديل بتاعها هيبقى عامل ازاي تمام كده. طيب يلا بينا بقى ندخل المكان عشان في زغاليل جديده خرجت النهارده. هنشوف احنا هنعمل ايه مع الزغاليل الجديده. يعني النهارده ما شاء الله تعالى الحمام ده لحم فرنساوي شباب اهو مخرج. الزغلولين بتوعه لسه خارجين دلوقتي، يعني من ساعتين ثلاثه كده. لسه كنت شايفهم قبل من انا اصور. طبعا الزغاليل في الوقت ده تهتم بالكلفه الناعمه، ادي كلفه ناعمه في الوقت ده للحمام لما يكون عندك كذا عش زغاليل فاكك. دي ما شاء الله تعالى حمام كبير شويه. وده برضو انا كنت منظف المكان قبل ما اخرج معاكم، فعايزين نحط عشوش بقى. هنحط عشوش. وفي حمام هنا جاب اول حصوايه اهوت بدا ان هو يعشش. في حمام بيحب يعشش على الارض، شايفين بصوا يعني هو سايب العيون كلها وجاي ان هو بدا ان هو يحصي على الارض. كنا قاطفين الزغاليل بتاعتهم من يومين ثلاثه تمام كده. طيب ده حمام يا جماعه الخير اهون. كان في فرد هنا وانا لقيته ميت الصراحه. يعني انا لقيت في فرد هنا لقيته ميت، انا اتفاجئت ما كانش عيان ولا حاجه، ودخلت لقيت الفرد اللي كان هنا كان ميت، كان مع الزغاليل دي. في حمام جاب الحصوايه هنا اهوت. في الحمام يا شباب بينتج صيف شتاء. الحمام بينتج صيف شتاء، عشان بس في ناس بتقول لي انتاج الحمام بيبقى في الصيف بس. لا، في حمام بينتج صيف شتاء. المغرب اذن الله اكبر الله اعظم تمام كده. طيب
بقى ده زغاليل يا جماعه خير برضو، يعني قدامها اسبوع ولا حاجه ونبدا ان احنا نسوق الزغاليل دي. في حمامه شباب اهوت الكرك، انا مش عارف هي واخده العين دي ليه، يعني هي واخده العين دي ليه؟ هو شكل الحمامه ديت عليها حصوايه، ولو عليها حصوايه هتبقى اول مره تحص، هتعرف ان هي عليها حصوايه ازاي؟ اقول لك ان ظهر النتايه، هبص هشوف النتايه، هوريكم النتايه، شوف ان ظهر النتايه، تحس ان ظهر النتايه في جاي عند اخر الديل وعامل كده، ده النتايه اخر الديل عامل كده، شايفين اهي هو اصلا العش بتاعها هنا فوق اهوت، هي واخده الذكر اللي فوق ده يا شباب، هي واخده الذكر اللي فوق دوت وعاملين عش اهوت، هي لان مالهاش ذكر عندي، مفيش ذكر استرالي عندي، فهي خدت الذكر اللي معاها دول، تمام كده. طيب في برضو العشوش، برضو نبص على العشوش دي سريعا. كان في بيضتين هنا، انا في بيضه انكسرت مني والحمد لله في اتخرجت زغلول، في بيضه هنا انكسرت مني. نطمن برضو على بقيه العشوش سريعا عشان يبقى الناس كلها شايفه الانتاج، ان كان صيف ان كان شتاء. ده عش الكسخنجي اهو شباب، الحمام الكسخنجي اهو، ده العش بتاع الحمام الكسخنجي. طبعا كنت محضر معاه زغلول بلدي وكنت سايب له الزغلول بتاعه ده. نبص نشوف بسرعه. مريم جابت طبعا الحصوتين همت وشكلهم مخصبين، يعني بفضل الله شكلهم مخصبين. شايفين الذكر؟ ذكر يعني ده من حنيه الحمام، ذكر يبقى هياكلك، وده زغلول من زغلولهم العش اللي قبل كده، تمام كده. طيب اهو انا يا جماعه الخير طبعا دولت الاساس عندي، الجوز دي مريومه شباب، دي مريومه الحمامه الجميله دي، طبعا على اسم اختنا مريم. لو مشتركش في القناه انزل اشترك، هنكتب اسمك على الحمام عندنا. بالنسبه للكريزلي اهو شباب، الكريزلي محصي الحصوتين ولاحم العش، يعني زغلله هي شباب لسه ما اتعلمتش الطيران، الزغاليل بتاعته هي، هم واخدين العشين دولت. طبعا بيجيب مره هنا بيحص هنا ويبقى الزغليل هنا، يعني ده فايده ان انت يكون عندك عينين. ده زغلول يا جماعه الخير اهوت، شكله جميل ما شاء الله تعالى. الاب شكله عامل ازاي؟ الاب حلو خالص، شكله جميل خالص. وطبعا ده برضو الزغلول الثاني طالع زغلول ابيض، تمام كده. طيب في حاجه بقى سريعا كده عايز ان انا اقول لكم عليها. انا النهارده لسه ما كلفتش الحمام الصراحه، يعني انا لحد دلوقتي لسه ما كلفتش للحمام. طيب انا متاخر في الكلفه ليه النهارده؟ عشان اختبر الحمام بتاعي، لان لما بحس ان في حمام كاشش، بحس ان في حمام مش مزهزه، فبتاخر عنه في الكلفه شويه. طب بتاخر في الكلفه ليه؟ عشان اما احط الحمام اكل، الحمام كله ينزل على الاكل. لما احط الحمام اكل، الحمام كله ينزل على الاكل. الحمامه اللي مش هتنزل اعرف على طول ان الحمامه دي مريضه، فاخدها ابدا ان انا اعالجها. والفكره ديت حلوه جدا ان انت تشتغل بيها معاك عند الحمام عندك باستمرار، تمام كده. طيب بتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويكون الفيديو بتاع النهارده قدم لكم معلومه. لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك، هنكتب اسمك معانا مع المتابعين، وهنكتب اسمك على حمامه جميله من الحمام بتاعنا. شوف الشكر على خير يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.